الفنانة الجميلة دينا فؤاد استضافتها المذيعة سالي عبد السلام، وقعدت تتكلم معاها عن حياتها وعن شغلها، وكان فعلا لقاء دمه خفيف جدا ولذيذة جدا. كانت دينا قوي في اللقاء ده، كان فعلا لدرجة ان سالي قالت لها انت دمك خفيف جدا، من اول مرة اكتشف ده في اللقاء، ما شاء الله عليكي. واتكلمت يعني من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها، سالي كانت بتهزر معاها وتقول لها طبعا اكيد اتضربتي زمان زي ما كنا بنتضرب بالشبشب والحاجات دي كلها. فراحت دينا قالت لها اه طبعا، ده لا ده حاجه اساسيه كانت زمان عند كل الاهالي، ان هو لازم الشبشب والحاجات دي كلها. يعني ما اقول يعني انا بضحك عليكي لو قلت لك ما اتضربتش، لاني زمان ما كانش فيه التربيه الحديثه والكلام الفاضي ده كله ما كانش موجود، فاكيد كلنا يعني مرينا بالموضوع ده. فراحت قالت لها طيب بنتك ضربتيها قبل كده؟ قالت لها بصي هي مرة واحدة بس ضربتها عشان خاطر سبب معين، وهقول لك ايه هو السبب. فقالت لها ايه هو السبب؟ فقالت لها كنت نايمة في البيت وجيت على الساعة 12 واحدة كده، قمت من النوم لقيت نفسي قمت لوحدي كده. فمهم بدور على بنتي مش موجودة، بسأل عليها مش يعني عندنا واحدة بتساعدنا اسمها حنان، فبقول لها فين زينة؟ قالت لها معرفش. ماما راحت بصت على الباب بتاع البيت، يعني لقيته يعني مردود، يعني مفتوح حتة صغيرة كده ومردود. فعلى طول عرفت ان هي اكيد بنتها خرجت. فالمهم كانت مخضوضه جدا، طب هي راحت فين في الوقت دوت وسابت البيت راحت فين؟ بقت مخضوضه جدا ومرعوبه. المهم لقيت بنتها جت بعد شويه، فعرفت بتقول لها كنت فين؟ قالت لها ان انا كنت سايقه العربيه، يعني خدت العربيه من ورا مامتها، وكان عندها 12 سنه في الوقت ده بتقول. وخدت العربيه وقعدت ان هي تمشي بيها في الكومباوند، انا ما طلعتش بره الكومباوند بس كانت بتمشي فيها بيها في الكومباوند. فبتقول اول انا ما شفتها كده ما حسيتش بنفسي، قالت قعدت بقى اضربها بالشلاليت واضربها جامد من كتر ما انا كنت مخضوضه عليها جدا، ان انا مش عارفه هي راحت فين، وفجاه اصحى بالليل ما الاقيهاش، وكمان تاخد العربيه وتمشي بيها ممكن كانت تعمل حادثه او تعمل اي حاجه. فما حسيتش بنفسي، قاعده تقول بقى قعدت اضرب فيها، ما كنتش حاسه بنفسي خالص. فده المره الوحيده اللي انا ضربت فيها بنتي، وده كان من خوفي عليها مش اكتر، من قلقي عليها. وبعد كده راحت سالي قالت لها طب انا عايزه اكلم زينه، فراحت اتصلت بيها وقعدت تتكلم بقى معاها سالي، وتقول لها فاكره الموضوع اللي مامتك كانت بتحكي لنا لسه فيه دلوقتي، بتقول ان هي ضربتك قبل كده عشان خاطر العربيه وكذا كذا. فراحت البنت قعدت تضحك وقالت لها طب انت مش زعلانه منها؟ قالت لها لا طبعا مش زعلانه منها، بالعكس هي بتربيني وانا مش متضايقه منها، بالعكس انا بحبها جدا. وقعدت ان هي تقول ان انا بحب ماما جدا، وان هي دمها خفيف جدا جدا ودايما بتحب تهزر. بعد كده راحت قالت لها سالي طيب قولي لي 3 حاجات اوصفي لي في مامتك في 3 كلمات. فقالت لها اول حاجه ان هي طيبه وذكيه، وتالت حاجه قالت لها ان هي مش مفهومه، يعني في حالات كده تلاقيها مره متعصبه جدا وحالات تلاقيها رايقه ما تفهميهاش، يعني قالت مش شخصيه مفهومه يعني. ساعتها انا بحبها جدا وربنا يخليها ليا. كان لقاء فعلا لذيذ جدا، لاني بين خفة دم دينا قوي في اللقاء. الناس كلها كانت واخده، يعني حتى سلقت لها الناس كلها كانت واخده فكره عنك ان انت جد جدا وانك انت مش بتهزري وكده. لكن في اللقاء ده فعلا بين خفة دمك. وكمان اتكلمت معاها على المواقف كمان كانت مرت بيها كانت صعبة في حياتها، زي ان والدتها توفت وهي عندها سنتين. قالت أنا طبعا ما افتكرش الموضوع ده خالص، لكن حسيت بقى لما كبرت بقى فكرة ان انا افتقدت والدتي في مواقف معينة. لكن انا مش فاكرة امي طبعا، انا كان عندي سنتين لما توفت، لكن بتقول انا افتقدتها في مواقف معينة حصلت لي في حياتي، كنت بقول يا ريتها كانت جنبي، لان هي اكيد كانت تخفف عليا كتير قوي. فده اللي يعني كان فعلا مضايقني.